يا مساء الفل على عيون الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم وصفه الحاجه اللي بنشتريها اللي بنحبها، الكبار والصغننين بيحبوها. وصفه النوتيلا، وصفه النوتيلا اللي هي دلوقتي اكيد عدت ال100 جنيه. تمام. هتعمليها ب13 جنيه بس. هنا دول حبة بندق كانوا باقيين عندي من رمضان اللي فات. تمام. مفيش بندق ممكن تعملي بالسوداني عادي، تجيبيه وحطيته حطيته في صينية. ايا كانت بقى المكسرات، حطيتها في صينية وحطيتها في الفرن 10 دقايق. وبعد كده قشرتها كده اتحمصت، اهم حاجة انها تتحمص. بعد كده هحطها في مطحنة التوابل. انا كنت معتقدة انها هتبقى حلوة، حطيت عليها حبة زيت. طبعا مطحنة التوابل لو عندك قوية شوية ما شاء الله اعمليها، مش قوية خلاص بلاش. تمام. حطيتها بقى هنا في الكبة، فطلعت الكبة حلوة. حطيت عليها حبة زيت صغننين علشان خاطر المكسرات تلين معايا. وهفضل اضرب بيها. لو المطحنة بتاعتك بتاعت التوابل كويسة قشطة، واشتغلي زي ما انت عايزة. المهم فضلت هنا حطيت، بصوا، نقط زيت نقط زيت نقط زيت علشان ما تسيبش منك خالص وما تبقاش مش كويسة. سوداني او بندق تحمصيه الاول. بعد ما تحمص بصي، بعد ما اتضرب بحبه زيت، بصي بقى عامل زي الزبده ازاي. نزل الميه بتاعته اللي هو البندق وبقت حلوه ازاي. تمام. وبعد كده هحط 3 معالق سكر بودر. وهحط لبن بودرة برضو اهوت 3 معالق او معلقتين لبن بودرة، علشان خاطر تبقى بقى النوتيلا ليها قيمة غذائية حلوة. هنا ممكن تحطي كاكاو خام تزودي السكر، هتحطي نسكويك زي ما انا حطيت يبقى تمام. يبقى هتحطي بس معلقة معلقتين بس من السكر البودرة، ما تحطيش سكر خشن الا لازم تضربيه علشان هيبقى خشن معاكي في الخلطة قوي. تمام. ووفرت وعملت حاجة كويسة للبيت وللولاد. هفضل اضرب فيها، بصي هجيبها لك اهي قريبة عشان تشوفيها. هفضل اضرب فيها بقى لحد ما الخليط يبقى حلو. وفي حاجة تانية انا عملتها بس ما صورتهاش، عندي شوكولاتة خام قطعتها وحطيتها على بخار مية ورحت تضيفيها على النوتيلا، هتبقى طعمها تحفة. هنا حطيت حبة زيت، شوية تحطي حبة زيت لما تلاقي القوام بتاع النوتيلا بتاعك بدأ يمسك جامد. لا تحطي عليه حبة زيت شوية علشان على اساس انها تلمع وتبقى حلوة. هنا طبعا كنت خلصت الكمية ورحت حطها على بعضها. بصي بصي المنظر زي النوتيلا اللي بره ده كده لسه ما دخلتش التلاجة. يعني انتي لما تخشي التلاجة لما تدخل التلاجة تدخليها التلاجة هتمسك معاكي وهتبقى جميلة 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 جميلة. انا بصراحة جربتها وطعمها تحفة 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 زي النوتيلا اللي بره اللي ب80-90 جنيه. هي دي ب13 جنيه. الحاجات موجودة عندي في البيت 15 جنيه يا ستي. النسكويك ب13 جنيه، خدت منه معلقتين. لو عندك بقى الحاجات دي النسكويك موجود، انتي مش هتغرمي اي حاجة. بصي جمالها وقوامها عاملة ازاي بتلمع. اتمنى ان احنا نعملها يعني الوصفة تعجبك واعمليها، وما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة واعمليها ووفري في الغلا اللي احنا فيه. الله المستعان. ربنا يقوينا يا رب ان شاء الله بإذن الله. احلى نوتيلا، عملت برطمانين فلة. سلام.